هل تستمر البورصة المصرية في الصعود والّا ممكن يحصل تصحيح والّا حتى ممكن يحصل فقاعة والّا bubble؟ أول حاجة أنا رديت في فيديو سابق على فكرة الbubble وقُلت لك إن الbubble أو الفقاعة بتحصل لمّا الأسهم تكون طلعت جامد جدًا، الشرط ده موجود عندنا وموجود برضه في البورصة الأمريكية، لكن يكون الطلوع ده غير مبرر بأرباح حقيقية، وفي وجهة نظري الشخصية الأسهم المصرية والأسهم الأمريكية عملت أرباح حقيقية بررت هذا الصعود، فخلّينا نحط على جنب نظرية الbubble ونظرية الانهيار والكلام ده. النهارده بقى إحنا بنتكلم هل ممكن يحصل تصحيح عنيف والّا لأ؟ أو هل السوق عامةً ممكن يقلب لdown trend برضه والّا لأ؟ قبل ما أبدأ بافكّرك إن في جروب تعليمي مجاني في الصفحة الرئيسية في القناة، جواه بوستات تعليمية كتيرة مش باحطها هنا، بالإضافة إلى الليست للأسهم اللي بتوزّع أرباح مرتفعة وعائد التوزيع، وليست للأسهم التي قد تكون قوية ماليًا طبقًا لوجهة نظري الشخصية، وهذه ليست دعوة للشراء، وهذه ليست نصيحة مالية. أنا محمد فاروق بقى لي 21 سنة في المجال ده. بُص يا سيدي، واحدة من الحاجات اللي هتتعلمها في الخبرة بعد سنين في البورصة، إنك لازم يبقى عندك حاجة اسمها base case في كل موقف، بمعنى إحنا النهارده الموقف الرئيسي الtheme العام الفترة دي هو التوترات بتاعة إيران وحرب إيران والكلام ده كله. يعني إيه base case؟ أنت دايمًا بيكون عندك سيناريوهات كتيرة وكل السيناريوهات محتملة، ودايمًا الريسك بييجي من إن ما حدش فينا يعرف الغيب، ممكن يحصل 1 ممكن يحصل 2 ممكن يحصل 3، لكن أنت من دراستك وقرايتك للموقف وتحليلك المضبوط، المفروض إن أنت تعرف تبني base case اللي هي أوقع في الحدوث أو اللي هو بيسموه الmost likely scenario أو الكلام المنطقي. أنت النهارده عندك أزمة كل الأطراف المشاركين فيها واللي مش مشاركين فيها متضررين، أمريكا متضررة، إيران متضررة، دول الجوار متضررة، كوكب الأرض متضرر، سعر النفط عالي، تضخم على الكوكب كله مش في مصلحته إن هذا يستمر، وعلى هذا الأساس الmost likely scenario أو السيناريو المقنع إن هو سيناريو الde-escalation مش سيناريو نهاية العالم. بس الدي اسكليشن او بمعناها التهدئه ده ما بيحصلش في لينير، ما بيحصلش في خط مستقيم اللي هو اتخانقنا هي يلا نتصالح هي، لا ما بيمشيش كده، بيحصل جذب وشد وزي ما انت شايفه ابس اند داونز، خاصه كمان ان ترامب كمان بيعمل تصريحات ويرجع يقول كلامه ومش عارف ايه، ففي النهايه انت شايف فولاتيليتي وتباين، ده اللي بيحصل في النص، ده لو انت بصيت على الصوره الصغيره، لكن لو رجعت ورا وعملت زوم اوت الصوره الكبيره ان انا في قناعتي الشخصيه ان شاء الله سيناريو الدي اسكليشن احنا في طريقنا ليه وماشيين فيه. نقطة بقى رقم 3، طب افرض حصل تصحيح في النص، جايز. عمرك في حياتك برضه حاجات مش هتعرفها غير من الخبره، لو انت لسه داخل البورصه بقالك مثلا 3 شهور ممكن يبقى ده سؤال بديهي، بعد سنين هتكتشف ان لا يمكن توقع تصحيح الا بالصدفه، ممكن مره تيجي معاك طبعا بالصدفه ممكن احيانا، لكن جنرالي ما تقدرش تقول ان كل مره هتعرف تتوقع تصحيح، ولا ان انت كل مره هتعرف تتايم الماركت، ولا ان كل مره هتعرف تلاقي البوتوم القاع فين، ولا كل مره هتعرف بالحاجات دي، ممكن تيجي معاك بالصدفه لكن مستحيل تبقى سيستماتيكلي بتحصل معاك بطريقه صحيحه كل مره. علشان كده اللعب عليها اصلا، يعني الدخول في هذا التراك ان انا احاول بقى اقلب كل حياتي استراتيجيتي في الاستثمار هي تايمنج الماركت، في اغلب الاحيان هيؤدي بيك الى الخساره. الاستراتيجيه المظبوطه انك تتعلم تبص على السهم بغض النظر ايه اللي بيحصل في الماركت حواليه، وتشوف السهم تحت قيمته ولا فوق قيمته، ولو لقيت ان سهم اندر فاليود ساعتها انت بتفهم ان ده سهم طبقا لحساباتك ممكن يكون مظلوم، والعكس صحيح. يحصل بقى تصحيح ما يحصلش تصحيح، انت كده كده طالما قلبت انفستور، طالما قلبت مستثمر، في الغالب انت مش بتعمل وقف خساره، انا ما بستخدمهاش نهائي، لان انا فاليو انفستور شاري حاجه وشايف ان قيمتها اقل من شايف انها مظلومه، نزلت اكتر هعمل وقف خساره ليه؟ دي بقت ارخص، ده انا ممكن ادرس السهم اكتر، ولو السهم وزنه معقول في المحفظه ممكن ازود فيه تاني. عايز تتعلم تحليل الاسهم بطريقه محترفه؟ هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.